كل سنة وانتوا طيبين، رمضان على الأبواب. وطبعا طالما قلنا رمضان على الأبواب يبقى لازم نعمل شوية رواق زي دول حلوين كده لزوم السحور. الحقيقة حلوين قوي وخفاف وسهلين وطعمهم حلو قوي قوي، ما بياخدوش أي وقت ولا أي مجهود. وشايفين أنا سويت شوية في الفرن وسويت شوية فوق، بس الحقيقة تسوية البوتاجاز من فوق أسهل وأطرى وأحلى وسهلة جدا زي ما قلت لكم. يلا بينا نبدأ ونقول بسم الله ونصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بنجيب بولة كبيرة كده او طبق كبير زي ما انتم شايفين، وبنحط. انا طبعا بستخدم الخميرة البيرة، ما بستخدمش الخميرة الفورية خالص. خدت قطعة خميرة بيرة صغيرة كده وحطيتها، وكمان حطيت عليها زي كوباية الا ربع مية دافية زي دمع العين. واوعوا تحط مية دافية جامد عشان ما تبوظش وتفسد الخميرة، لازم تبقى دافية زي دمع العين بالظبط. وحطيت فيها شوية ملح وشوية سكر. انا طبعا ما بعملش مقادير معينة، بس ما تكتريش لا ملح ولا سكر. وبعدين حطيت يجي كيلو او اكتر من كيلو شوية دقيق، وحطيت 2 زبادي كبار، وكان عندي قطعة قشطة حطيتها، وغبت بقى اعجن فيهم. وبعد ما توهت كده الدقيق في القشطة وفي الزبادي، حطيت شوية مية. وبعد ما حطيت شوية مية، طبعا كل مرحلة بحط حاجة بعجنها شوية، بدأت احط اهو كوبشتين من الزيت. ولو عايزة حط حتة سمنة حطي. ولو عايزة تعجني بدل المية لبن حليب او لبن رايب، بدل المية والزبادي حط لبن حليب او لبن رايب، بيبقى حلو جدا جدا. انا طبعا حطيت بعد ما حطيت الزيت حطيت شوية مية، حسيت ان العجينة طريت شوية معايا، فزودت معلقتين دقيق اظبط بيهم العجين. وزي ما انت شايفه العجينه جميله جدا، وريحه الخبيز في البيت بتبقى حلوه قوي قوي قوي، وبيبقى خير كبير من عند الله ان احنا نقدر نعمل حاجات زي كده. بعد كده حطيت معلقه زيت الم بيها بس العجينه، وزي ما انت شايفين العجينه بقت زي الملبن حلوه قوي قوي. هي محتاجه بس شويه عجن كمان وخلاص. شايفين شكلها بقى عامل ازاي، وريحتها حلوه قوي قوي. على فكره لو ما انتش عايزه تعملي تحطي خميره، او لو ما فيش خميره ممكن تحطي معلقه صغيره بيكنج باودر، او ما تحطيش خالص مفيش اي مشكله. تمام. بعد ما عجنتها ولميتها حطيت معلقه زيت صغيره كده عشان افرد احطها في الطبق، وحطيت العجينه وغطيتها وسبتها تخمر شويه. بعد ما خمرت شويه زي ما انتم شايفين كده، جبت الصينيه ورشيت فيها دقيق اللي انا هقطع فيها القطع بتاعه الرقاق. قطعت القطع كلها شبه بعض، حوالي 70 جرام، يعني القطع حوالي 70 جرام. ممكن انت لو عايزاها اكبر شوية ممكن تعمليها 90 او تعمليها 80، بتبقى حلوة برضو. خلصت العجينة كلها تقطيع زي ما انت شايفين بالظبط كده. العجينة خفيفة وملساء جدا وناعمة وحلوة، وانت بتاكليها بتحس طعمها حلو قوي. سندوتشات جبنة بقى مع البيض والحاجات دي في السحور بتبقى حلوة قوي. خلصنا، عملت كمية حلوة قوي، يعني الكيلو او كيلو كوباية كده عمل شوية حلوين قوي قوي. خلاص كده بدأت اظبط الرخامة بتاعتي وجبت النشابة وبدأت افرد الرقاق بالشكل ده. بتفرديه بقى بالطريقة دي، يعني مش لازم يكون مساوي قوي، هو الحقيقة ما بيطلعش مساوي 100% يعني. وبتعمليه سمكه ما بيكونش تخين ولا رقيق، عشان يبقى ماسك نفسه معاكي كده وانت بتاكليه وما يبقاش ناشف. لو رققتيه قوي هيبقى ناشف، ولو سبتيه تخين شوية هيبقى ملكوم كده شوية. فخليه وسط، يعني انت تحسيه بايدك كده وانت بتعمليه. انا الحقيقة كنت بعمل 6 6 كده او 5 5، واخبزهم وارجع ابطط غيرهم تاني عشان اخلصهم. حان وقت الخبيز. عايزه اقول لك الريحه بتبقى ماليه البيت وجميله جدا. والرقاق انا لو كنت سبته كمان يخمر شويه كمان كان هيدينا النتيجه احلى واحلى. بس هو كان بيقب وكان جميل. انت بتخلي النار، بتجيبي صينيه وبتسخنيها كويس، وبتخلي النار وسط بعد كده، وبتبداي تحطي الرقاق بتاعك رقاقه رقاقه، وبتقلبي شويه تحت وشويه فوق لحد ما يطلع معاكي بالشكل ده. الحقيقة أنا مرحلة الخبيز دي بالنسبة لي بتبقى ممتعة جدا، وببقى مبسوطة بيها قوي، بيبقى ريحتها جميلة وبحبها. وطبعا ممكن تاكليه هو، يعني ممكن تطلعي كده رقاقة رقاقة وتتاكل مع أفراد الأسرة بقى، كل واحد ياخد رقاقة تلاقي نص الخبيز راح منك، بس بتبقى مبسوطة قوي وانت بتعمليه. وكل ما تطلعي رقاقة بيكون عندك قماشة نظيفة كده بتحطي فيها الرقاقة وتغطيها عشان ما تنشفش منك، لكن لو سبتيها من غير غطا هتنشف ومش هتبقى كويسة. شايفين الرقاقة عاملة ازاي؟ والله احلى من العيش كتير اللي جاهز بره. وعلى فكرة ممكن تعمليه اي حاجة، يعني ممكن تدخليه في كذا نوع من الاكل.
شايفين؟ دي بقى اللي انا عملته في الفرن كذا واحدة، بس الحقيقة لقيت فوق اسهل، لان تحت بياخد وقت اكتر، وبيبقى عايز تحمريه من فوق ومن تحت فبينشف شوية، لكن هنا نتيجته بتبقى اسرع واسهل وما بياخدش وقت كتير. شايفين؟ حقيقة حلوة قوي قوي، وانا ببقى مبسوطة بالنفخة دي قوي بصراحة. حلوة جدا. الف هنا وشفا. ويلا قوموا ما تكسلوش، قوموا اعملوا شوية رقاق كده للسحور. ممكن يكفوكي، يعني ممكن الكيلو ده لو على فردين ثلاثة يكفوهم 3 ايام في السحور او اكتر. بتحطيه في اكياس كده، بتعبيه تحطي كل 10 في كيس وتحطهم في الفريزر، وتطلعي تسخنيهم كده في الميكروويف على 10 ثواني، بيطرى معاكي بسرعة قوي وبيسخن وبيبقى حلو. ما تزوديش عن 10 ثواني او 15 ثانية بالكتير. او لو ما فيش ميكروويف ممكن في الطاسة كده على النار تمرريهم حاجة بسيطة، تلاقيه طيروا بقى زي الفل. شايفين بقى الكمية الجميلة دي؟ وشايفين الرق شكله يفتح النفس وجميل وطعمه حلو وريحته تحفة جدا جدا جدا. يلا قوموا ما تكسلوش، وكمان ما تكسلوش تعملوا اشتراك في القناة وتعملوا لي كومنت حلو. وبتتابعوني منين؟ والرقاق ده عندكم اسمه ايه؟ شايفين الجمال؟ شايفين الطعامة؟ وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. ويلا قوموا